السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في قناتي قناة مطبخ نسمة القاضي. أتمنى لو عجبكم الفيديو تدوسولي لايك، واللي مشتركش في القناة يشترك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض كده لحمة بطريقة سهلة وبسيطة. أول حاجة هنحط حبة زيت صغيرة في الحلة عشان لما نحط اللحمة ما تلزقش في الحلة. هنا معايا لحمة مكعبات صغيرة، هتقطع التقطيعة اللي تعجبك. هنحط اللحمة تتشوح بس الأول كده. بصوا الزيت مقدوح، حبة زيت صغيرة خالص. هندي صدمة للحمة عشان ما تجيبش ميتها معانا. الأول هندي صدمة للحمة كده زي ما انتوا شايفين. بصوا ما جابتش ميتها. لما تتشوح خالص معانا هنحط بقى نديها مية سخنة على طول. هنا خلاص اتشوحت معانا، اديتها مية سخنة على طول عشان تستوي نص سوا معايا كده، وبعدين اديها بقيت حاجتها. هنا زي ما انتوا شايفين بتغلي معانا، مديتها مية سخنة عشان ما تجيبش الريم بتاعها. اول ما هتغلي كده هتستوي بقى معانا. استوت كده معايا نص سوا اهيت، والشوربه بتاعتها قلت. هنحط التوابل: 6 بهارات وفلفل وقرفه وحبه سكر صغيره وحبه ملح زي ما انتوا شايفين كده. هنحط بقى بصل. هنا انا معايا خضار: قوطه وبصل وفلفل الوان مقطعاهم ترنشات، قطعي التقطيع اللي تعجبك. هنقلبها بقى مع اللحمه بعد ما اللحمه خدت نص سوا ويبقى فيها شوربه بسيط كده عشان تعمل صوص معايا وتبقى حلو. هنا هنقلب الخضار باللحمة ونسيبها تستوي بقى مع بعض. نهدي عليها النار ونسيبها بقى براحتها تستوي براحتها وتكمل سوا بقى على نار هادية. هنا بعد ما تمت سوا غرفناها زي ما انتوا شايفين كده. قطع اللحمة استوت والخضار بتاعها بيخليها مسكرة وطعمها جميل. وهنا بقى الصوص. بص الصوص كده بيبقى جميل فيها. اتمنى طريقتي في اللحمة تعجبكم. اللي اول مرة يشوف القناة يشترك معايا في القناة. أسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.